دعا شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا على أنفسهم اسم شباب 15 آذار إلى تحركات شعبية يوم الثلاثاء القادم لإنهاء الانقسام الفلسطيني بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد يمثل الجميع. الاحتلال رأى بالدعوات التي استهدفته خطورة يجب تداركها. المزيد في تقرير مراسلنا جهاد بركات من رام الله. أنا من جنين، أنا من الجليل، أنا من الخليل، أنا من شقبة، أنا من عيلبون، أنا من حيفا، فلسطينية، من حق اختيار مجلس وطني يمثلني. هو 15 من آذار يحشد له من العالم الافتراضي، حيث سيخرج الشباب في الضفة المحتلة وقطاع غزة. ليسوا سوى أمثال أولئك الشباب من الطبقات الوسطى الذين نظموا الثورات العربية، أرادوا في فلسطين إنهاء الانقسام بالطريقة التي رأوها مناسبة، انتخابات مجلس وطني جديد. نحن نريد انتخابات مجلس وطني ليس على أساس نظام المحاصصة والكوتا بين الفصائل، إنه مثلا هذا الفصيل بصح له 40%، هذا الفصيل إلى آخره. نريد انتخابات مجلس وطني كما قلت لك تشمل جميع الفلسطينيين، لكل فلسطين الحق في التصويت. بدأت هذه المجموعة الصغيرة من الشباب منذ اليوم الدعوة ليوم الثلاثاء القادم، أحجار يجمعونها وطلاء أبيض فوق عشب أخضر لإيصال رسالتهم. احنا من هون، فاحنا عم نستخدم عناصر هاي البلد نفسها. الحجار في علاقة كتير بين احنا كنا في البداية عم نكتب بحجار وهلا عم نكتب على العشب، ففي علاقة بيننا وبين الأرض، واحنا عم نستخدم الأرض كوسيلة تعبير، أولا لأنها بتوصل أكتر، ثانيا فيها مصداقية أعلى. تحركات داخل الشارع الفلسطيني تخوف الاحتلال من إمكانية تطورها إلى انتفاضة شعبية، فصفحة على الفيسبوك تطالب بانتفاضة جديدة ثالثة ضد الاحتلال لاقت رواجا كبيرا بين الفلسطينيين. يمكن أن تتكرر الآن الانتفاضة الشعبية، ولكن بشكل أعمق وأوسع وبخبرة أكبر، مما يجعلها خطر أكبر على الاحتلال. وربما سيثبت الشباب أنهم سيسبقون الأحزاب والقيادات التي ستضطر باللحاق بركب الثورات. وال15 من آذار ينتظر. هو شباب خرج من داخل المدن الفلسطينية، استلهم روح الثورات الشعبية في البلدان العربية، وهو الاحتلال الذي لا تبعد مستوطناته كثيرا عن البلدات الفلسطينية يتخوف ويقول إنه مستعد لأية ثورة أو انتفاضة شعبية. جهاد بركات لفلسطين اليوم، رام الله، فلسطين المحتلة. ومتابعة للموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من مدينة رام الله نيفين علي، إحدى المشاركات في الحملة. نيفين يعطيك العافية. الله يعافيك. أين أصبحت التحضيرات للحملة؟ التحضيرات يعني تقريبا جاهزة، وكمان اوريدي بدينا بالفعاليات. يعني هلا احنا عم نحكي معاكي في اعتصام على دوار المنارة في رام الله، وإعلان إضراب عن الطعام لحد ما تجاوب على مطالبنا الحكومة بالقدس، الحكومة بالضفة، والحكومة المقالة بغزة. نعم، في هناك أي مضايقات أو عم تتعرضوا لأي مضايقات ضدكم في الضفة أو القطاع؟ يعني في أكيد ضغوطات، يعني لازم شوية من هاي التحركات، بس لحد هلا الحمد لله يعني قادرين نكمل. شو هي الضغوطات نيفين؟ أكبر نعم. بالضفة. نيفين ذكرتي إنه في موجود ضغوطات، ولكن شو هي؟ يعني عم تحكي عن مثلا هلا كنا واقفين، اضطرينا انه نزيل الاعتصام لمدة ساعة عشان بدهم يعملوا تحركات للسير، بعدين بدنا نرجع، فيعني بيجربوا يعني شوي هيك حركات. امبارح كان في عندنا رسم على الارض، انه رسمنا انه الشعب يريد مجلس وطني، انتخاب مجلس وطني جديد، فلقينا ثاني يوم انه دغري بعد بساعتين جاي جرافه وقايمل الرسم. طيب انتم دعيتوا لانه تكون الانتخابات بتشمل الجميع، هل هذا يعني اللاجئين كمان ممكن تتواصلوا مع اللاجئين الفلسطينيين؟ 15/3 مش يوم لفلسطيني الضفة ولا يوم لفلسطيني غزة، هذا يوم لكل فلسطيني وين ما كان. والمطلب الأساسي اللي هو انتخاب مجلس وطني هو عشان نرجع التمثيل لكل الشعب الفلسطيني، كان في الداخل ولا في الخارج ولا في القدس ولا كمان في ال48. يعني بعد اليوم صعب انه نكمل في استثناء يعني بقية شعبنا اللي هن يعني عم تحكي عن 7 مليون لاجئ. لماذا يعني يستثنوا من كل الحركات ومن كل اللي عمله بيصير في القضية الفلسطينية؟ ليش عملها تضيع القضية الفلسطينية في موضوع مؤطر ما بين كم من حزب؟
نعم. خلينا نحكي ميدانيا عندكم، في تجاوب من قبل الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية الموجودة عندكم، يعني بمعنى المجتمع المدني؟ أكيد المجتمع المدني برضه دعا على المشاركة في يوم 15/3، وفي هنا نقابات رح تنزل كمان ب 15/3. هو يوم للتغيير، فكل حدا اللي عنده أي مطالب بالتغيير رح ينزل بهذا اليوم. وبنتأمل كمان يعني في ترتيبات انه بالمخيمات اللجوء وبالدول العربية وبالدول الأجنبية كمان رح يكون في مشاركة بهذا اليوم، واعتصامات امام السفارات الفلسطينية والممثليات. نعم. نيفين، يعني انت دعيتوا لتشكيل مجلس وطني، عندكم خطة، عندكم برنامج رح تشتغلوا عليه؟ هلا اكيد في خطه، وفي يعني كمان في مثلا متطلبات اللي بنحكي عنها في سبيل الوصول لهي الانتخابات، بس طبعا هذا الشيء لسه بيجي بمرحله ثانيه. يعني يعني وضحت عندكم الصوره ولا بعد؟ اذا وضحت اعطيني مثلا ابرز المطالب، ايش الموجود، الخطه يعني تدريجيا. يعني مبدئيا لازم يعني المطلب الاساسي هو انه الفتح وحماس يعني يكونوا على توافق انه رح يصير في انتخابات مجلس وطني، هذا كمبدا اولي. وبعدين طبعا لازم يكون عندنا زي ما تعرف المجلس الوطني كمان في من اعضاء المجلس التشريعي، ففي كمان نقاش عن المجلس التشريعي، وانت لازم يكون في انتخابات، وكل هاي الاشياء الامور اللي بتوصل لوحده فلسطينيه. لأن الوحدة الفلسطينية مش بس حزبين ومش بس منطقتين، الوحدة الفلسطينية هي وحدة الشعب كله. نعم. قديش بتتوقع بكرة المشاركة، حجم المشاركة بعد غد طبعا الثلاثاء؟ يعني لحد توقعاتنا يعني في كل مناطق رح يكون في إشي. هلا بمنطقة رام الله نظرا لأنه منطقة رام الله هي يعني تعتبر الأكثر منطقة فيها يعني سياسيا وجغرافيا رح يكون في أكثر فعاليات من ناحية رام الله. كمان في عنا مثلا ببيت لحم مخيم لدهيشة طالع، في عنا رح يكون كمان بالداخل، يعني في أكثر من محل رح يكون في تحركات شعبية. وزي ما قلت لك كمان بالخارج، فبنتوقع أعداد يعني منيحة، وكمان طبعا ما تستضيف يعني غزة أكيد رح تطلع. نعم. نيفين، خلينا شوي نحكي. نعم. الكل يطلع طبعا تحت علم واحد اللي هو العلم الفلسطيني اللي بوحدنا كلنا كشعب. نعم. خلينا شوي نحكي بموضوع الدعوة اللي بالنسبة للمجلس الوطني. بنذكر مع بعض انه تم يعني انشاء السلطة في رام الله بداية من اتفاقية اوسلو. هلا انتم شو باعتباركم يعني تحت اي ظرف او تحت اي مسمى ممكن نطلق هاي الحملة؟ حملة يعني اللي عم تدعوا لها. نعم. اوسلو ما لغى وجود منظمة التحرير الفلسطينية. لا، انا بمعنى انه اجراء الانتخابات اللي صارت الاولى كانت يعني مخلفات اوسلو. طب هلا بده يصير في تنسيق مع السلطة ولا لا، ولا كيف هي الصورة رح تكون؟ الصورة اكيد رح يكون في تنسيق مع كمان اللجنة التنفيذية تبعت منظمة التحرير، ورح يكون في تنسيق مع كافة الاحزاب. بس في شيء اسمه تصليح يعني في مبادئ مثلا اللي ممكن رح تتغير، كمان اللي مطالبين انها تتغير بالمجلس الوطني، يعني عشان نقدر نوصل للمرحله اللي احنا بدنا اياها. في متطلبات اللي احنا بنقدر نحكيها، بس هلا صعب بنحكيها ب 15/3 لما يكون الوضع شويه اكثر معروف. نعم. في كلمه بتحبي توجهيها عبر شاشه فلسطين اليوم؟ بحب انه يعني بس الناس تنزل على الشارع وتحكي كلمتها، لانه احنا يعني كشعب فلسطيني 60 سنة من الاحتلال، و60 سنة مش بس احتلال اسرائيلي، كان عندنا مشاكل داخلية كمان، والشعب يعني احنا بحالة مقطعة، وفي غير الانقسام، في عندنا البطالة، وفي عندنا الفقر، في عندنا كثير مشاكل، فلازم نقوم ولازم نغير. شعب الثورات هو شعب فلسطين، احنا قادة الثورات، فمش لازم نكون احنا قاعدين في بيوتنا عمالنا نتفرج على العالم وهو بيقوم واحنا قاعدين وساكتين على حقنا اللي ضايع. نعم. نيفين علي، أحد المشاركات في الحملة، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.